عرفت اللي المغاربة عملوه بسبب صفحة وزارة الداخلية المصرية؟ طب عرفت ازاي اصلا وزارة الداخلية جابت الست اللي خطفت ايمان من مامتها بعد ولادتها ب10 ساعات من مستشفى الحسين؟ ولا اعترافات الست دي في التحقيقات اللي اغرب من الخيال؟ طب عرفت ايه الرابط او العلاقة ما بين اسلام اللي اتخطف من 43 سنة ورجع لاهله امبارح او اول امبارح، وعلاقته بموضوع ايمان اللي اتاخدت من مستشفى الحسين ورجعت برضه امبارح؟ لو ما عرفتش ففايتك كتير. ركز. من يومين وبالتحديد يوم 14 الشهر الجاري اللي احنا فيه ده، طلعت ست بتستغيث من خلال فيديو داخل مستشفى الحسين الجامعي، واللي قالت فيه ان اختها كانت بتولد في مستشفى الحسين وبنتها بعد حوالي 10 ساعات من الولادة اتخطفت من المستشفى. بنت اختي اتخطفت لسه بلاش 10 ساعات وولوده، في حد موجود والناس اتخطفت. الاب قال انه نزل يجيب لهم حاجات وكان سايب مراته معاه، وان مراته راحت تجيب لبنتها ينسون من الكانتين اللي هو في المستشفى. واللي بالمناسبه والده البنت اللي اتخطفت دي مريضه قلب وعامله عمليه في قلبها. عندي خدمة القلب وبنتي اتخطفت مني، عايز بنتي وطلعت عيني. قال لك بقى ان الست المنتقبه دي فضلت في العنبر لساعات طويله من بعد ولاده مراته، واللي بالتدريج ابتدت تتصاحب على مراته وقالت لها بقول لك ايه، بما انك تعبانه يا حبيبتي ريحي انت وانا هاخد بالي من بنتك بدل ما تنامي او تتقلب عليها. الست ما خونتهاش وادت لها بنتها تاخد بالها منها، وابتدت هي تريح شويه علشان لمجرد ما والده ايمان تغمض عينيها تقوم الست المنتقبه دي تاخد ايمان تقوم سايبه المستشفى وماشيه. انا جبت مراتي تولد هنا في مستشفى حسين، واحده منقبه معاها في نفس الغرفه العنبر اللي هي فيه، فضلت مراقباها كذا ساعه كده لحد مراتي طبعا انت عارف طبعا البنج وتاثيره والكلام دوت، استغلت ان هي تحت سرير البنج وخطفت البنت ونزلت. كنت نزلت اجيب حاجات وسبتها وسبت الطفله معاها، فهي استغلت الموقف وخطفت البنت وهربت. علشان هنا بقى يجي دور وزارة الداخلية اللي هحكولك دلوقتي. لو شفته في فيلم هقول يا عم ده مجرد فيلم مش ممكن يبقى حقيقة، لكنه حصل بالفعل. ان ست مجهولة الهوية منتقبة مش ظاهر لها ملامح خدت البنت وهربت، فبالتالي انت بتدور حرفيا على ابرة في كوم قش. وده لانها لو كانت ظاهرة بوشها في كاميرات المراقبة اللي هي بالمناسبة اصلا مش منتقبة في الحقيقة كانت اتجابت من اول ساعة. المهم الست دي اخدت ايمان وركبت حوالي 6 مواصلات وفضلت تلف وتموه في الشوارع ودخلت اكتر من 7 شوارع. قدرت المسافة بحوالي 60 كيلو متر مربع، يعني بالتقريب كده زي المسافة ما بين القاهرة والشرقية. الست دي برمتهم علشان تموه وقامت راجعة على بيتها في مدينة بدر. طيب وزارة الداخلية وبالتحديد جهاز الشرطة عمل ايه علشان يجيب الست دي؟ نزل حوالي 22 ضابط بقوات مختلفة من المباحث والامن العام للبحث عن الست دي، وفرغوا اكتر من 122 كاميرا مراقبة، ده بخلاف استخدام تكنولوجيات مختلفة ومتطورة لضبط الست دي. علشان بعد 22 ساعة من البحث المتواصل والست لسه ما لحقتش تفرح باللي هي عملته، تلاقي الحكومة تحت بيتها والشرطة بتكلبشها وبتاخد البنت. بعد اللي انا عملته كل ده، بعد اللي انت عملتيه. الاغرب من كل ده اعترافات الست دي. الست دي قالت انها متجوزة من فترة قريبة واجهضت مرتين، وكانت خايفة من ان جوزها يطلقها لو ما حملتش وولدت، فقررت انها تاخد بعضها وتروح لمستشفى زي مستشفى الحسين الجامعي وتاخد بنت. البنت دي لما تاخدها توهم جوزها بانها خلفتها في المستشفى وتسجلها باسم جوزها وكان الله بالسر عليه. التويستاية بقى اللي اغرب من الخيال هي حكاية اسلام، واللي في نفس الوقت اللي رجعت فيه ايمان لباباها ومامتها اسلام يعرف اهله بعد حوالي 43 سنة من خطف. اسلام والشهير باسلام الضائع، واللي اتعملت عن قصته حكاية نرجس او مسلسل حكاية نرجس، واللي خطفته عزيزة والشهيرة بعزيزة بنت ابليس. كان فاكرها امه على مدار السنين اللي عاشها معاها، لكنه اكتشف ان لا دي امه ولا اخواته اللي موجودين في البيت دول اخواته ولا حتى عيال عزيزة. اسلام في 2016 واجه عزيزة وطلب منها انها تعرفه اهله الحقيقيين، الا انها رفضت. ومش بس كده، نزلت من الدور الرابع بإرادتها وتوفت وسرها معاها. اسلام من وقتها وهو بيدور على اهله سواء على صفحات المفقودين او عن طريق السوشيال ميديا، لحد ما ابتدى يعمل DNA علشان تطلع النتيجة متطابقة مع أسرة عايشة في ليبيا. الأسرة دي عبارة عن أب ليبي تزوج من ست مصرية وكانوا عايشين في منطقة العمرية في مصر لمدة معينة، واللي بعد ما فقدوا الأمل في إن إسلام يرجع لهم بعد خطفه أخدوا بعضهم ورجعوا لليبيا. من أسرة كبيرة في ليبيا
ليبيا، واللي ليه حوالي 20 اخ واخت. طيب ايه الرابط ما بين قصة ايمان وقصة اسلام؟ الرابط يا عزيزي هو وزارة الداخلية. يعني تخيل شاب اتخطف على مدار 43 سنة ومش لاقي اهله، وبنت اتخطفت في خلال 22 ساعة رجعت لاهلها. انت مدرك بقى التطور الغير طبيعي اللي وصلت له وزارة الداخلية وقدرتها انها تطوي مصر المليون وشوية كيلو متر مربع وتعاملها معاملة غرفتين وصالة؟ المجهود بقى اللي وصلت له وزارة الداخلية دفع اخواتنا واشقائنا في المغرب انهم يتضايقوا هم فرحانين باللي بيتعمل عندنا، ولكن متضايقين من اجهزة الامن عندهم. واللي هسيب لك احد بوستاتهم دلوقتي مترجمة بالعامية المصرية علشان تفتخر وتفهم قد ايه انت عايش في مرحلة غير طبيعية بيتمناها اشقائك العرب، واللي طالبوا اجهزة الامن عندهم انهم يتعلموا من وزارة الداخلية المصرية، واللي قالوا لهم ما تسيبكم من البروتوكولات والمقابلات الرسمية اللي بتنزلوها على صفحاتكم، اتعلموا من وزارة الداخلية اللي لمجرد ما بيحصل جريمة في مصر خلال ساعات بيكونوا قابضين على المتهم وبيبردوا نار المصريين، واللي بالتبعية بيخلي المجرمين خايفين قبل ما يعملوا جريمتهم، واللي وصفوا المجهود ده بانه ما بيحصلش حتى في امريكا. بالمناسبة ترامب قالها قبل كده عن مصر ان الامن او الامان اللي موجود في مصر مش موجود حتى في امريكا. الحقيقة اني شايف ان ده مجهود غير طبيعي من وزارة الداخلية، واللي اثره ما بقاش على مصر بس، لا ده اثره بقى على اشقائنا العرب في الدول التانية. فلو وصلت معايا للجزء ده ما تنساش تقول لي رأيك في اللي شفته واللي حصل من الحكايتين ومن المجهود اللي بتبذله وزارة الداخلية في الفترة الحالية. بس كده.